اهلا بكم اصدقائي في فتره ما بين شوطي لقاء طلائع الجيش مع الاسماعيلي. التعادل السلبي بدون اهداف هي نتيجه الشوط الاول. نتيجه نيجيريا مع كوت ديفوار هي تقدم نيجيريا بهدف واحد مقابل لا شيء، ايضا بعد انتهاء احداث الشوط الاول في دور الثمانيه في كاس الامم الافريقيه. دكتور طه، الشوط الاول تعادل سلبي. اعتقد الاسماعيلي مش بالقوه مش بالشراسه الهجوميه الاسماعيلي انه يتقدم، يعني شايف برضو الاسماعيلي هو المستحوذ لكن ما فيش شراسه هجوميه على المرمى. هو طبعا فريق طلائع الجيش الحقيقه بيشتغل في النواحي الدفاعيه بشكل جيد جدا، وعامل تمركز دفاعي في الكرات العرضيه، وحتى الكرات من العمق برضو عامل ساتر قدام الاربع باكات. التغطيات اللي بتتم في الكرات العرضيه العاليه زي ما بنشوف بنجد ان المدافعين بتوع نادي الجيش جمعه مشهور بيغطي في من جنب من الناحيه اليمين، بيروح مغطي في الكرات اللي جايه من الناحيه الشمال. دي واحده هجمه من البدايه، دي في بدايه الماتش خالص، رأسيه في بدايه المباراه. بس انها ضعيفه في جت في المدافع شال من على خط المرمى بالظبط. فالنادي الاسماعيلي طبعا مع الكثافه العاديه بيحاول ان هو يشتغل على الاجناب، وفي كرات عرضيه اتعملت كتيره جدا. انما فريق طلائع الجيش متمركز كويس جدا. المدافعين عندهم الامكانيه ان هم بيتمركزوا مع التمركز، التغطيه كويسه، العمق بيعملوا في كثير من الاحيان. اسلام جمال بيعمل عمق للخط الدفاع برغم ان هم بيلعبوا 4 باكات، لكن بيعمل عمق جيد جدا. ولذلك النادي الاسماعيلي معظم اللعبات اللي بيلعبها سواء عرضيه او من العمق تكاد تكون مقروءه، يعني اللعيبه الفريق الثاني منتظر وشايفها، سواء من الناحيه دي بيبقى تغطيه بشكل جيد وبكثافه وبيشتركوا في الكرات العاليه، مفيش مباغته، مفيش مفاجاه. وبعدين مفيش مساحات خلفيه تستخدم. يعني هم برضو فريق طلائع الجيش عامل دفاع متاخر شويه، وبذلك هو مقلل المساحه الخلفيه، بيستلم قدام. ما شفنا بعض تصويبات لكن ما فيهاش الدقه، لان النهارده في الوضع اللي بالشكل ده بلعب من الجناب قافلين بشكل كويس والمدافعين بتوع فريق الجيش. طيب اقدر انوع من العمق، مقفول العمق نتيجه اللي فيه مثلا اسلام جمال عامل عمق قدام ورا المدافعين. طب تصويبات من بعيد مش موجوده، فعشان كده اسماعيلي مستحوذ واكنه تمرين في الكرات العرضيه ومن بره ال 18 والحاجات دي، والفريق الثاني متمركز كويس. الا بقى لما يحصل خطأ من الاخطاء في التمركز، وبعدين واحد يقدر يندفع زي احمد علي في كرة عرضيه يقدر ياخدها قبل اي مدافع، وهذا لم يحدث. يعني كل اللي حاصل الان ان الكرات كلها مقروءه، المدافعين بياخدوها بشكل جيد. صحيح النادي الاسماعيلي مستحوذ بيحاول ينوع من الاجناب وينوع وحاجات من العمق وكرات عاليه وكذا، لكن ما هوش قادر ان هو يفتح الدفاع ويجد فرص سمحه للتسديد وتكون. شوف مثلا لعبه زي دي برضو التغطيه جميله. صحيح نجح خيري في ان هو يلعبها، دي الكره اللي اتلعبت جميله جدا، اتلعبت اوفرلاب لاحمد علي في الناحيه اليمين. ده خيري اللي لعبها دي براسه، خيري اللي لعبها براسه. ما خيري لكن احمد علي هو اللي لعبها من الناحيه اليمين. اتعمل اوفرلاب واتلعبت له في الناحيه اليمين، استلمها ولفها حتى برجله الشمال على ما اعتقد. ايوه بالظبط. وبعدين خيري اللي اشترك فيها، لكن هتلاقي طالعين معاه، هتلاقي جمعه مشهور والناس طالعه معاه، حتى لما لعبها ما لعبهاش وهو مستريح. فعشان كده الجول كيبر قدر اعتقد ان هو او يطلعها، الباك جمعه مشهور اللي طلعها مظبوط. فهنا عشان كده انا بقول كل الالعاب ديت مش هتقدر تتفوق فيها الا اذا الاوفر اتعمل من مكان قريب مش من عند خط التماس، ويبقى فيه الاندفاع في القايم القريب. لكن هنا نجد الاثنين مندفعين من النادي الاسماعيلي على القايم البعيد، والكره خدت وقت وهي مرفوعه. فعشان كده قدر الدفاع انه حتى لو لعبها في تغطيه على المرمى بشكل جيد. في المقابل فريق طلائع الجيش هو طبعا التشكيل اللي موجود هو بيلعب طبعا صلاح امين بيلعب برضه راس حربه مع ويليام جيبور ما اعرفش اسمه ايه. وبرضه يعني لهم تواجد في النواحي الهجوميه، لكن ما هوش بالشكل المؤثر. يعني حالات فرديه مثلا كرات طويله زي اللي احنا شايفينها، علشان حاولوا يسددوا مرتين ثلاثه من بره ال 18 بس برضه مش تسديدات قويه. شفنا جيبور ده سدد من الناحيه الشمال في الشبكه،
وفي تسديدات من خارج ال 18 لكن ما هياش واحده من اسلام كمال برضو. ادي لكن مثلا كلها في ايد صبحي يعني في نص الجول لانها كمان مسافه بعيده جدا. فبتبقى هي دي اللي بقول عليها، يمكن سددها في الشبكه من بره جيبور. لكن الشوطه لما بتشوط من بعيد بالشكل ده انت عامل تليفون للجول كيبر. انا الشوطه اللي قبلها مش دي انا بتكلم عليها، دي الشوطه اللي شاطت من بعيد جمعه مشهور. انت عامل تليفون للجول ان انا هشوط، خلاص هو مستعد. وبعدين الكره من مسافه بعيد تاخد وقت كبير جدا، ضعيف. غير الحاجات اللي بتكون من تحت الرجل ومن داخل او خارج منطقه الجزاء مباشره بك ما يلحقش وما يبقى فيها مفاجاه للحارس. انما دي كلها حاجات مقروءه. وانا شايف طبعا الاثر الاداء الدفاعي الفريق الجيش برضه حادد الى حد كبير، ودي التصويبه برضه يعني ما هياش مؤثره. حادد الى حد كبير جدا من حركه النادي الاسماعيلي اللي نشيط جدا واللي بيلعب كرات عرضيه واللي بيحاول يهاجم. لكن لحد امتى هيستطيع فريق الجيش هيصمد قدام هذه الهجمات اللي بتلعب من الجناب ومن العمق؟ ازاي هيحافظ المدافعين على تمركزهم الجيد والتغطيات والعمق الدفاعي في بعض الاوقات مع التصويبات اللي من بعيده زي ما شفنا طبعا، لانه مش قادر يدخل جوه. عمر جمال مش قادرين يخترقوا من جوه فبيشوط من بعيد او من الجناب. عشان كده انا شايف المباراه مقفوله الى حد كبير بالنسبه للنادي الاسماعيلي رغم استلامه وتفوقه. لكن اعتقد ان النادي الاسماعيلي مع هذا الضغط ممكن ان هو ينال بعض الفرص اللي يسجل منها في الشوط الثاني. تمام، ناخد اول فاصل اعلاني في فتره ما بين الشوطين ونتواصل باذن الله. اهلا بكم اصدقائي. بعد الفاصل اروح لكابتن زكريا ناصف. كابتن زكريا، سموحه والتليفونات خلص الشوط الاول 0-0، واحنا كنا قلنا قبل كده ان الداخليه فازت على المقاولين العرب 1-0. ده بس ايه متابعه لاصدقاء المشاهدين عشان يبقوا في تواصل دائم معانا. هاخدك بس لسموحه والتليفونات 0-0 نتيجه طبيعيه؟ لا يا محمد، بص احنا متفقين ان الفرق كلها بتتساوى في الظروف، وما نقدرش نتكلم على امكانيات فريق على حساب فريق لان مفيش تغيير كبير قوي. ده بالعكس يعني الفرق ما دعمتش نفسها. بس سموحه مدعمه بشكل كبير جدا يا كابتن زكريا. ما هو ده لعيب الدوري ممتاز. انا كنت هقول لك باستثناء سموحه يعني سموحه محتفظ بالكيان بتاعه القديم بالزبط. وعمل دعم من لعيبه نادي المصري. وبالتالي سموحه المفروض ان هو يبان اقوى، يبان في تفوق. انما ما ننساش ان طلعت يوسف مدرب عنده خبرات وبيقدر ان هو يوظف لعيبته على حسب الامكانيات اللي معاه. معاك 100% في دي. مش بالضروره ان احنا نشوف زي النهارده زي دلوقتي الاسماعيلي. المنطقي ان الاسماعيلي يفوز بامكانياته بخبرات لعيبته بمهارات لعيبته، انما لازال الاسماعيلي مش قادر يصل الى المرمى. طب انا عايز اقول لك حاجه، انت في كلمه قلتها في قبل بدايه المباراه، قلت لي ان الطلائع التعادل يبقى مرضي ليه قوي. اكيد ده ظهر واضح. لو انت لاحظت لحظه ما الكابتن ياسر عبد الرؤوف صفر بنهايه الماتش، اللعيبه كلها ساجده، يعني اللعيبه كلها سجدت شكر لله. يعني واضح ان هو ده الهدف، ان انا اخد بونت من الاسماعيلي، ده رضا قوي يعني. شوف هو طبعا السجود ده رضا على اي وضع يعني. طبعا بس انا بقول لك يعني رضا للموقف اللي هم فيه. انما يعني اكيد عبد الناصر محمد قانع واللعيبه طالعه بشكل مرضي مش مغلوبين، فبالتالي في رضا للتعادل. والتعادل شوف حتى لو طلعت غلب برضو مش مشكله، لان لسه لازال في مباريات قادمه ولسه لازال حتى لما بنتكلم على نظام البطوله انت عارف لازال في فرصه لاي فرق هتنزل ان هم يعوضوا مع الدوري من دور واحد، الدوري بتاع المجموعتين في الهبوط. انما المباراه فيها حاجتين في يعني واضحين جدا. اولا الاسماعيلي بيلعب باسلوب مختلف عن ادائه الطبيعي. النهارده الاطراف اشتغلت كتير وكرات عرضيه عاليه كتير، وده مش اسلوب الاسماعيلي. يعني جايز التعليمات ان يبقى في كرات عاليه على اساس ان احمد علي موجود وانطوي موجود، وبالتالي الكرات العاليه تبقى مطلوبه، لكن ده مش اسلوب الاسماعيلي. يعني اسلوب الاسماعيلي في الثلث الهجومي بيبان قوي القدرات المهاريه للعيبه في الوصول للمرمى. صح. ده مش واضح قوي في اداء الاسماعيلي الهجومي النهارده. يعني يمكن دكتور طه لما رصد بعض الحالات
اغلبها كرات عرضيه او كلها تقريبا كرات عرضيه. طلائع الجيش محاولاته الهجوميه هو بيصل للمرمى، لكن القرار الاخير يمكن دكتور طه اتكلم على تسديده اللاعب الافريقي ناحيه الشمال اللي هي في الدقيقه 17، اتمنى يشوفها. لو اللاعب من كادر تاني لو رافع عينيه هيلعبها بالعرض لصلاح امين جاي فاضي ممكن يجيبها. فهنا القرار قرار خاطئ انه بيسدد في وضع التكنيك بتاعه غلط فعلا. صلاح امين داخل لو حطها له بالعرض سهله جدا هيجيب جول صلاح. فهنا القرار مش مظبوط. نفس الوضع في كوره لطلائع الجيش برضو احب ان احنا نشوفها في الدقيقه 25 لاسلام كمال. هي جت التسديده دي والدكتور طه اتكلم عليها، كان 3-على-3 ولو بصينا على مدافع الاسماعيلي هتلاقيه رايح كمل اللعبه، ولو وقفت هنا مش محتاج يشوط، ده محتاج يوديه للمرمى واللاعب يروح يجيب جول سهل جدا. فهنا القرار حتى لما هتلاقيه بيشوطها ببوز الجزمه في وضع برضو التكنيك غلط. فعايز اقول ان التلت الهجومي عند الفريقين في ممكن فرصه هيد لاحمد خيري او للسوليه، بس مش فرصه جول حقيقي. انما عايز اقول ان عمر جمال كان في ايده الحلول، لكن برضو لازال القرار. عايز يعني ارجع ده ممكن يكون لعيبه لسه مش داخله في المود بتاع الماتشات، لياقه المباريات لسه مش موجوده، لان دي كوره مهمه قوي نشوفها. كانت هجمه مرتده للاسماعيلي، وعمر جمال الحقيقه لو هو في حالته كان هيودي انطوي للمرمى لو مررها له ثرو باس. دي كانت اخر هجمه لعمر جمال، بدل ما ان هو يقف لا هو ما سددش في الدقيقه 45. انما مش مشكله، هو كان المفروض يحطها له ثرو باس بدل ما يلف ويرجع، لان كان ممكن في اللحظه دي هي دي لو وقفت هتلاقي ان عمر جمال لو حطها ثرو باس لاحمد علي هتلاقي احمد علي يروح على الجول في تمريره المفروض مهاريه لعمر جمال يعملوها الاسماعيلي. هو ده اللي ممكن يورينا ان لسه لازال اللعيبه مش في الاطار. هتلاقي عمر جمال هنا غير رايه خالص وباظت الهجمه، رغم انها كانت ممكن تبقى هجمه، رجع تاني في قراره وغير اللعب خالص، ولعيبه الطلائع كلها رجعت بالزبط. فكان عنده الحل يودي احمد علي للجول. فانا شايف ان التلت الهجومي في انهاء الهجمه للاسماعيلي وللطلائع لسه لازال ينقصوا المزيد من لياقه المباريات عند اللعيبه، ونسبه التركيز تكون اعلى، واللياقه الفنيه البدنيه عندهم تكون اعلى علشان يوصلوا ل الشكل النموذجي في انهاء الهجمه. اكيد. جمهور هطلع بس يا دكتور للفاصل الاعلاني ده مهم قوي، وارجع لحضرتك تاني نروح لفاصل الاعلاني ونرجع لدكتور طه.